فيلم الفالنتين انا لحبيبي وحبيبي لي. ايه ده مش ليلي؟ امال حبيبي لمين؟ الرواية اللي أنا بكتبها معظم أحداثها بتدور في القطر عشان آخد تفاصيل يعني تفيدني في الرواية. ولقيت التفاصيل اللي كنت بتدور عليها. أعتقد الفيلم بطولة كريم فهمي اللي عامل قلق اليومين دول، والممثلة ياسمين رئيس، تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري. فيلم تصنيفه درامي رومانسي بما إننا في الفالنتين وكده يعني. قصة الفيلم في إطار رومانسي بتحكي قصة ليلى اللي بتقع في حب كريم فهمي، وبتقابل قصة حبهم الرفض من والدتها. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ اسمع كلام قلبك وتمشي وراه. أنا فخورة بيه جدا جدا. أنا مش مبسوطة من علاقتك ببنتي. نورتي. خلاص هو كان عمل لك ايه عشان ده كله؟ ما بقتش قادر على الصراع مع أمك دي مجنونة. تسألني تقولي فيلم حلو ولا وحش، أدخله ولا لأ؟ هجاوبك على الكلام ده كله بس في نهاية الفيلم. تعالوا نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات. نتكلم عن إيجابيات الفيلم. رقم واحد، التصوير يا جماعة، التصوير والإخراج 10/10، واختيار اللوكيشنز اللي صوروا فيها الصراحة حاجة فوق الوصف. اتنين، وهي أداء الممثلة ياسمين رئيس. أنا فعلا كنت حاسس كل حاجة بتمثلها ومصدق كل حاجة هي بتقولها، كنت حاسس فعلا إنها بتحب كريم فهمي. نجرب تاني. ينفع؟ رقم ثلاثة هو كريم فهمي. كريم فهمي اليومين دول يا جماعة واخد الساحة كده، واخد الدور الرومانسي، الجين الرومانسي 10/10. هو الحقيقة مناسب ليه، يعني أنا مش شايف حاليا في حد مناسب يمثل أدوار رومانسي اليومين دول. رقم أربعة هو الدور اللي قام بيه بيومي فؤاد. بيومي فؤاد قام بدور قصير الحقيقة، بس الدور حلو جدا، الدور كان درامي بحت، وكان فعلا زي ما قلت كتير قبل كده بيومي فؤاد أحسن في كتير من في الدرامي من الكوميدي كمان. رقم خمسة، وطبعا لازم تكون سوسن بدر. سوسن بدر الصراحة أي دور بتقوم بيه بتبقى 10/10 دي، والدور ده كرهتك فيها وبقيت شخصية مستفزة من بشرية طول الفيلم، وده معناه إنها نجحت في الدور 10/10. نيجي بقى لسلبيات الفيلم. الفيلم يا جماعة ألف بيه أفلام كليشيه قوي، كليشيهات، كل فيلم كليشيهات كليشيهات كليشيهات. كل حاجة فيه متوقعة وأنت عارف هيحصل إيه في النهاية، وعارف إيه اللي هيحصل من قبل ما تدخل الفيلم. مشاهد الرومانسية يا جماعة معمولة بطريقة أوفر، طريقة كده تخليك تجزع عايز ترجع، كأنها مشاهد رومانسية من فيلم هندي، زي المشهد اللي جه في الإعلان بتاعه اللي هو تحت المطر والكلام الفاضي ده. النهاية يا جماعة، النهاية يا جماعة مش معقول كده. وطبعا كأي فيلم مصري لازم تكون النهاية متكروتة، والفصل الأخير من الفيلم عموما يكون متكروت. هو الفيلم متقسم 3 فصول، كل فصل على اسم أغنية من أغاني فيروز. الفصل الأخير اللي هو اسمه أنا لحبيبي معمول كده ب4 جنيه بالآخر، يلا نقفل الفيلم بهوى مننا، يلا نقفله تك 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 تك. واخيرا دور محمد الشرنوبي. اداؤه يا جماعه اوفر قوي يا جماعه. محمد الشرنوبي اصلا مش ممثل كويس، او هو ممثل بتاع الكلبوبات اللي هو انا بجيبه عشان البنات اللي بتحبه تتفرج على الفيلم. النهايه يا جماعه، النهايه يا جماعه مش معقول كده. اكتر حاجه فعلا ضايقتني هي النهايه مستفزه مستفزه جدا ومتوقعه. وقال ندخل الفيلم، لا يا جماعه، انت اي حد هتساله داخل اتفرج على فيلم رومانسي هيقول لك هيحصل ايه في النهايه من الاخر. خلاص الاسئله اللي انت عايز نجاوبك عليها بقى، اللي هو فيلم حلو يستحق ادفع فيه التذكره ولا لا، فيلم وحش ما تدخلوش ولا لا. هجاوبك دلوقتي. الفيلم حلو؟ لا. الفيلم وحش؟ برضه لا. الفيلم مش وحش قوي ومش حلو قوي، الفيلم ماشي حاله زي ما بيقولوا كده، ماشي الحال. هل تدخله في السينما؟ انت مرتبط وحابب ان انت تدخل خروجه في الفالنتين، خد خطيبتك واخرج يا سيدي، وهتبقى خارج من السينما مش زعلان ومش متضايق، وهتبقى مبسوط الى حد ما. لكن لو سنجل، لا، استناه على النت، استناه ينزل على النت، ينزل على اي منصه، ينزل على التلفزيون كمان، مش هتفرق معاك. تقييم النهائي للفيلم هو 5/10. بس كده، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل شير ولايك سبسكرايب، دوس بس على الفيديوهات القديمه وبعد ذلك الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديده اول باول. سلام.